مرحبا حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير وتشوفون هذا الفيديو. جيتكم اليوم بفيديو ثاني يوم رمضان، وكالعادة يا سادة اول شي نبلش الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس بنات خلي اقول لكم شغلة، ما اعرف احس النهار ما لحق علي، مدري انا عند الطفلة ما اعرف بنات، يعني كلش ما قاعد الحق. يعني تتذكرون انتو كل سنة انا شلون اصور وياكم وهاي. طبعا زوجي جاب لي لحم شرح مثل ما قاعد تشوفون بهاي العظمة، والله يعني يمكن بالربع كيلو بيها، يعني ما اعرف هو شرح ليش حاط هاي العظمة ما اعرف. طبعا كان زوجي ما قدرت اقول له. طبعا جاب لي كمية من اللحم زينة حتى تبقى عندي رمضان كله، وراح اخذ منها بما انه هو اليوم جايب يعني كمية زينة من اللحم. يمكن 3 كيلوات قال، فحاخذ من عندها ما اعرف صراحة يجوز نص كيلو شوية اكثر هيك. راح تشوفون هاي الكمية اللي قبالكم. ايش راح اسوي اليوم؟ راح اسويها كباب شوي نغير. البارحة سويت دجاج واليوم كباب شوي. لين صراحة شوفوا بنات كانت ببالي شو اسوي مرقة سبيناغ، بس راح زوجي ما لقى. هو طبعا ما يحب المرقة، يعني ياكلها بس ما يحبها. بس ابني يوسف كلش ما ياكلها. فسويت اني وقلت لزوجي راح يجيب لحم، ووصيت واحد دائما نجيب من عنده صدور احنا مال دجاج، بس صدور يعني يبيع. لا مو بس صدور، هو يبيع اشكال الدجاج يعني افخاذ وهاي، بس انا اخذ منه بس الصدور. لان الافخاذ اخذت المرة من عنده ما ادري شلون، بس الصدور لا هو تازه يذبحن على كلامه. يعني انا ما ادري صراحة، بس انه يعني زينات هسه راح تشوفوهن. فالمهم اني وصيت منه، قلت حتى شنو اسوي مرقة سبيناغ واسوي اليوسف صاج. بس بعدين من جا زوجي قال لي ماكو سبيناغ، وجايب لي لحم زين كمية خوش اللحم. تغيرت الخطة، بس شنو والله العظيم هنا بعد ساعة ونص ويأذن. تتخيلوا ساعة ونص على ما راح زوجي سوق لي على ما هاي، فاتأخر علي. يلا فاني اقدر يعني الحمد لله والشكر، يعني وقت الفطور لحقت اصلا صبيت. بس شنو يعني ركض يعني، بس انتوا قاعد تشوفون الفيديو يمشي على السريع، بس انا صراحة صدق امشي على السريع. شوف بنات هذني القطع اللي تبقى الاقي لكم اخذ منهن الصدور، هذني اللي يبقى انا ما اذبهن، هذني افورهن يعني اسوي مرقة واخذ مرقتين هيك شي. مثلا شفت الشوربة البارحة نزلتها وياكم. المهم بنات عندي هذا اللحم ثرمته، طبعا المثرامة هاي محضرات الطعام عندي الفوقانية يعني قام تطلع دخان، هي ما خربت، جبت وديت ابني يعني جيب مات عيالي، فكملت بيها. طبعا هي بس شوية تبرد ترجع، فهسه راح تشوفون راح ارجع على ذيك مالتي اللي لونها جوزي، عيالي بيها اسود. فبس شوية ثرمت بيها اللحم. وهنا قمت اخذ لحم شوية شوية، حسيت اكو يعني شلون الاعصاب هيك شي. فلحم ما مثروم هم خليته ويا البصل حتى ينثرم عندي البصل كلش ناعم، تعرفون يطفر هو واي سوالف. فقاعدة اخليه بس ما راح اخلي الكمية كلها. وبس تراومتهن هسه وراح اخلطهن سوا، وما راح اخلي له اي شي لا طحين لا هاي، بس ملح. وراح اشوي يعني احب اخلي الكباب يبقى بطعمه، يعني ما يتغير طعمه بهارات او شي. وطبعا جيت اخلي فلفل، عندي فلفل مو اسود فلفل ابيض، بس قلت لا خلي اجرب احطه بس ملح. يعني كل شي ما اخلي له، ما جربت هاي الطريقة، بس مخلي عليه اضافات. المهم هنا خليته بالصينية، وبعدين قصصته بهاي الشكل وحخليه بالفرن. طبعا هنا بعدين جت لحظة ادراك انه شو اسوي بالسيباية، وخرتها. ونرجع نكمل الصاج مالتنا اللي راح اسويه على مود يوسف. وطبعا يوسف تعرفون يوم جمعة، فهاي البارحة وقال لي ما اقدر بعد اصوم، راح اختي كانت عنده مدرسة وجاني كلش تعبان. فقال ما اقدر باكر اصوم، قلت له باكر جمعة انت جرب روحك، لان هو بعده بنات صغير عمره 10 سنوات. الله يحفظه يحفظ اخوانه يحفظ اولادكم جميعا. المهم يا حبايبي، فقلت له باكر جرب انت روحك، اذا شفت روحك تقدر زين على زين، ما تقدر خليك تفطر. انا ادري اصلا يقدر لانه ما عنده شي، يقعد متاخر حيظل قاعد بالبيت، يعني ايش عندنا طالع. الحمد لله هم قدر اليوم يصوم، وباكر اكيد سبت هم ان شاء الله يقدر. بس تبقى على احد ما ادري نجربه زين لو لا. وبنات شوفوا راح اجرب الصينيه، مو صينيه، طاوه جديده واخيرا. طبعا من جبتها لسه اتحرقن عليها بنات. هاي مالت الثوم هم الجديده. شوف بنات فد تفيد ماكو هيك اخلي الثوماي، بس انا هنا ما قاعده اصور تصوير صاير بجهه واني بجهه. المهم فشوف بنات شلون برشت الثوم تجنن والله، لا شفتوها اشتروا من عندها. وما خليت له بصل، قلت عليه من هو بس ثوم مجرد بس يقتل الزفارة مالت الدجاج هيك بالحمس وهاي السوالف. خليت له زيت، واخلي له بنات بابريكا مدخنة وثوم وبصل مطحون وكاري وماجي وملح بس. وبعدين حخلي له شغله هسه راح تشوفونها. هناك ذيك الطاوة راح اقلب بيها الفنجر، يعني تعرفون صاج لازم فنجر. المهم يا الحبايب، وهنا غيرت الطاوات، بس شنو هاي الطاوة ما تقعد على ذيك العين، يعني لازم بس العين اللي بالنص، لان هيجي هي صايرة شلون الدائرية. المهم هنا حقل الفنجر يا حبايبي. طبعا هو بسرعة يستوي لان هو جاهز عندي، فمجرد هيك بس يذوب عندي وشوية يكون مشروحة، واخلي له ملح لان هو يعني يسوونه ماسخ، واغطي بهاي بس هو ما طفر.
وهنا بنات راح اخلي له اضافة، اخلي له الخل، خل ابيض. اول شي ما يغير اللون الخل الابيض ويقتل شكل زفرة عندكم، وما بي زفرة يعني حتى ثوم خليت له، وبدون ما اخلي له حمسة اصلا هيك وحدة هم ما بي زفرة، يعني ما ادري ليش الناس تصير عندهم الاكل زفر. المهم خليت له خل وراح ارجعها بالنص، لان قلت لكم بتيتا ما تتاخر عندي بسرعة، يعني بس مجرد حمت راح اغطيها اخليها على العين الثانية، وارجع هاي بالنص اظل احمس بيها، ونرجع نظل مستمرين بالحمس. قولوا شنو رايكم بالطاوة بنات؟ انا كلش عاجبتني والله، ميتة عليها. تعال خلينا نجرب هذا الكاستر اللي قلت لكم اشتريت نكهات، هو شوفوا برتقال او فراولة او فانيلا وبعد شنو رابعة، برتقال فراولة موز 4 جبت من عنده، وقلت لكم أنا سالفته. فالمهم هناك قلت خلي أجرب هذا القلاص، قلت لكم سألتكم بس ما حد جاوبت، مثل جاوبتوني ما قريت التعليقات. جربت هذا قلت اعتبره قلاص، كل قلاص خليت عليه خاشوقة من الحليب، وهنا حخلي خاشوقة 2 يمكن ونص، ما متأكدة من روحي، خاشوقتين ونص. وراح اخلطن بنات واخلي له شكر عندي مخلص، بس راح اخلي له شكر. وما مو بس هاي بنات، لمن يفور عندي كلش يريد يخلص يعني يثخن شوية، راح اقول لكم شنو راح اضيف عليه. هنا خليت له شكر، وين راح اخذه على الطباخ. تتخيلوا هاي بعد لي 1.5 ساعة، يعني بهاي 1.5 ساعة سويت هذني كلهن، الحمد لله والشكر لحقت. ها وراح اسوي بعد تمن هسه بنات. هاي من يخلص يعني كلش اطفيه، اضيف عليه القشطة. وهاي بنات نكهة الهيل بنات تجنن، الطعام صدق هيل. سعرها بيش 2 أنا اشتريت، هي وحدة كراميل 2 ب5. بس بنات طعمهن والله كلش طيب. طبعا ها ورا ما استوت عندي، قلت على من اخليها بماعون وحدها، راح اضيفها على اليمن على الدجاج او القص، هو اسميه قص ما دجاج. حضيفها عليه واحمسن، يعني مو احمسن، اخلطهن سوا واخليهن بالصاج. وهاي بنات هنا عندي ثخن وطفيته طبعا مثل ما قاعد تشوفون العين طافية، اخلي له شوية من نكهة الهيل، وراح اضيف له القشطة كلها العلبة كاملة، واخلطه هو بالحرارة بنات راح تذوب. وبالنسبة للنكهة بنات، النكهة خلوها لمن تطفون الطباخ او من يخلص حتى تبقى النكهة تبين. يعني انا كنت قبل احطها بالبداية طلعت اصلا طعمها اقول ليش ماكو طعم، فطلعت انه لمن تطفى الكهرباء تطفى الطباخ يلا تخلون عليه النكهة. فانتوا جربوا هاي الطريقة راح تحسون بطعم النكهات، اي نكهة مو بس هاي اللي قاعدة اراويكم اياها. وبعد ما خلصت على السريع صبيتها بالكاسات، طبعا الخمسة طيتها مع يعني صينية طلعتها. المهم هنا الشوربة طبعا عندي، بما ان تدرون الشوربة سويت هواية. وهنا بنات الصاج راح اقعد وحدي، بس حخلي لها هاي الصلصة طبعا عجبت يوسف، انا ما ضقتها صراحة، عجبت يوسف اسمها مايت كاتشب، المهم يعني مايونيز وكاتشب، بس هي ملفوظة كلها سوا. المهم هنا صبيت وخليت عليه بنات الكباب، سطرته على التمن. وهاي شكل السفرة، سويت عصير فيمتو، قلت لهم جيبوا لي جيبوا لي اللبن على السريع، وزلاطة مال البارحة، وخضرة عندي من البارحة، يعني تقريبا أكثر ذا الأشياء قاعد تشوفون من البارحة. وخلص الفيديو أنا أسولف وياكم، يلا حبايبي باي باي.